سهل جدًا لتوتنهام، ولكن توتنهام فرّطت في المكسب السهل ده، وإيفرتون كمان فاقت وعملت أداء حلو أوي في الشوط التاني، ولكن توتنهام قدرت إن هي تكسب في الآخر بنتيجة 2-1. وآخر ماتش معانا كان في السهرة وهو ماتش ليفربول وأرسنال، الماتش اللي انتهى 1-1 ما بين الفريقين، اللي بالنتيجة دي خلّوا السيتي لو كسب هيبقى فرق ما بينه وما بين الصدارة 3 نقط بس، برغم كل النقط اللي هو ضيّعها دي، فهُم الاتنين ضيّعوا على بعض نقط كانت مهمة أوي بالنسبة لهم. وآخر يوم وآخر ماتش معانا وهو كان ما بين تشيلسي وولفز، تشيلسي اللي خسرت 2-1 من وولفرهامبتون. ماتش كان وحش أوي من تشيلسي، ضيّعوا فيه كور كتير يعني. بروخا ضيّع أجوان، ستيرلينج ضيّع أجوان، نزل في الآخر نكونكو جاب جون. هل هتكون هي دي عودة نكونكو تاني؟ أتمنى، لأن اللعيب ده من اللعيبة اللي أنا باحبها جدًا، وأتمنى يكون فعلًا دي خلاص بقى كده رجع من الإصابة وهيبدأ يلعب أساسي ويسجل أهداف. وبس كده كان كل اللي في فيديو النهارده. اعمل لي لايك وفولو عشان تشوف كل جديد عن الفيفا وعن الكورة عن الفانتسي. سلام.